لقطات جنونية تشعل المباريات وتحطم الملاعب وتوقع بالخصم كالفريسة، مهارات ما بين ذكاء وغش اللاعبين. نرى هنا في اللقطة الأولى حصول اللاعب شتيندل على ركلة حرة مباشرة، ولكن المفاجأة أنه سدد الكرة قبل أن يضبط المنافس الحائط الخاص به، وبالفعل قد احتسب الهدف. خدعة قام بها هذا اللاعب عندما هيأ للمنافس أنه يربط الحذاء، ولكنه في اللحظة المناسبة وفي غفلة من دفاع المنافس تحرك نحو المرمى ليتلقى أسيست من زميله ويقحمه داخل المرمى. بعد مراوغة والأخرى أسقط نفسه في المنطقة الحساسة لدى الحكم ليحصل الفريق على ضربة جزاء بذكاء شديد، إلا أن آمالهم تحطمت على أيدي الحارس بعد تسديدة غير موفقة لزميله. بعد 7 دقائق من انطلاق المباراة حصل الفريق على رمية تماس، وهناك من أتى من الخلف مسرعا في وسط غفلة من اللاعبين، وهو أحد لاعبي دفاع الفريق الذي وضع الهدف من لمستين فقط ولا جدوى من الاعتراض على الحكم. هذه الخدعة باتت معروفة عند غالبية حراس المرمى، زجاجة المياه التي تحمل الاتجاهات التي يلعب بها المنافس. خالف هنا حارس المرمى قواعد اللعبة وكأنه يلعب للمرة الأولى، فكان ذلك كافيا لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه. هذا اللاعب هو يوليان براندت، كان منذ ثانية واحدة ملقا على الأرض، ولكن سرعان ما حول الإصابة إلى هدف قاتل لصالح فريق فريبورغ. خطأ كبير يقع فيه الحارس لوكس هاراديكي عندما يخرج من المنطقة المخصصة له لإنقاذ هدف مؤكد، إلا أن هذا الأمر عرضه للطرد. هجمة مرتدة سريعة يمنعها يوليان براندت، ولكن بعدما أمسك بقميص أحد لاعبي الخصم مما أوقعه في خطأ كبير مع الحكم. من المفترض أنه عندما يكون اللاعب متوقفا فلا فائدة من لعب أي كرة. حقا لا أعلم ماذا يحدث هنا. أعتقد أنه كان يلجأ لخداع الحكم لكي يوقف اللعب، ولكن ما حدث كان هدفا سهلا في مرماه. ليفاندوفسكي يستخدم يده في وسط زحمة اللاعبين والحكم حدث ولا حرج، والنتيجة هدف لصالح البافاري. عند سقوط أحد اللاعبين في المباراة يتم إخراج الكرة، ولكن ما فعله هذا اللاعب أوقع الخصم في ورطة، إذ أخرج الكرة خارج الخط، وعندما أمسكها الخصم احتسبت لمسة يد عليه. وضع هنا اللاعب الكرة إلى جانب الراية، وعندما تجمع عليها 4 من اللاعبين كان من الصعب عليهم إدراكها وكأنها قنبلة، وبالنهاية لم يستطع أي من الطرفين الاستفادة بها. قد يجعل تعثرك في إحراز هدف ورطة لك تتمثل في هجمة مرتدة سريعة، وهذا ما حدث هنا، إلا أن اللاعب قرر أن يعيق خصمه بطريقة عنيفة ليخرج حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه، وبالفعل حمى فريقه من هدف مؤكد في شباكه، ولكن الفريق أصبح 10 لاعبين فقط. ركلة جانبية مجنونة يظهر فيها حارس المرمى الذي أتى من الخلف وأراد أن يحرز الهدف بيده، وهو ما عرضه للطرد المباشر من قبل حكم المباراة. يحصل هاري كين على ركلة جزاء دون مجهود عبر خداعه للحكم، ولكن الصدمة في أنه لم ينجح في إحرازها.
وبعد لحظات قليلة يحصل توتنهام على ركلة جزاء بعد خطأ من فان دايك وينفذها هاري كين، ولكنه ينجح هذه المرة. في غفلة من الحارس الذي كان يتجهز لركل الكرة، أتى مهاجم الخصم وأحرز هدفا ولا أروع. ضربة جزاء ينفذها حارس المرمى بطريقة السهل الممتنع، والنتيجة هدف رائع، ولكن سرعان ما عاد عليه الأمر بهدف قاتل من بعد تمركز الفريقين. فرحة ولكنها لم تكتمل. أعتقد أن لاعب الفريقين كل منهم يعيق الآخر لحساب فريقه، ولكن الأمر لم يمر مرور الكرام بعدما أخذ أحد اللاعبين بطاقة حمراء مباشرة بعدما قصد ضرب منافسه وإيذائه. الحارس يقع في خطأ لا يحسد عليه، يمسك الكرة بيده وهو خارج منطقة 18. جعل ساديو ماني لاعب الفريق المنافس في وضعية التسلل بعد دفعه للأمام، وبالتالي ألغى حكم الراية الهدف. هدف بدون مجهود. استغل هنا اللاعب تحضير الفريقين وانفرد بالكرة ناحية المرمى. بعد احتكاك قوي بين اللاعبين فقد أحدهما لحذائه ولم يلاحظ أحدنا الأمر، واستمر اللاعب بدون توقف، ولكن الغريب في الأمر أن هذا لم يمنعه من أن يجري حافيا سعيا منه في إحراز الهدف، إلا أن الحكم لاحظ أنه حافيا وأوقف اللعب. لمسة نهائية رائعة نتج عنها هدف من اللاعب فريدريك سورينيسن مع أول ظهور له على الإطلاق، ولكن عندما حاول الخصم أن يأخذ الكرة من داخل المرمى ذهب مسرعا لكي يأخذها منه، وما أن تدخل الحكم أسقط لاعب الخصم نفسه ليحمل فريدريك بطاقة حمراء، ولكن الفار حسم الأمر لصالح فريدريك وانقلب الأمر ضد لاعب الخصم ببطاقة صفراء تم إشهارها من الحكم في وجهه.